4 جمل بيستفزوا العملاء لو حصل أي مشكلة. أول جملة هي إن إحنا آسفين يا فندم لو حصل أي غلطة من عندنا، وهي الجملة تبان حلوة، بس كلمة لو دي بتستفز العميل جدًا إن هي تحسسه ما هو أنتم فعلًا غلطانين، هو أنتم لسه فيها كلمة لو، هو أنتم مش مدركين إن أنتم فعلًا غلطانين ولسه في احتمالية إن أنتم غلطانين؟ تاني جملة هي إن هي مش غلطتي، دي غلطة زميلي اللي كان في الشيفت بتاع الصبح، هو في النهاية ما لوش دعوة، هو في النهاية بتستفزه إن هو مش بيتعامل مع أشخاص، هو بيتعامل مع كيان، هو بيتعامل مع شركة، هو بيتعامل مع عيادة، هو مش فارق معاه مين الشخص، هو محتاج إن الشركة كلها تتحمل مسؤولية أيًا كان مين اللي غلطان من الشركة. تالت جملة وهي معلش يا فندم أصل أنا مشغول دلوقتي. لما بتتقال الجملة دي بعد مشكلة حصلت من الشركة أو من المؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها، فهي بالنسبة له بتكون مستفزة جدًا، لأن هو بيكون متوقع إن هو أخد الخدمة أو السيرفيس بشكل محترم وبشكل مثالي، ولكن بيبقى حصل مشكلة، فبالتالي هو اتعطل وهو بقى مشغول لأن هو وراه حاجة تانية، فالأولى إنك تحل لي مشكلتي، أنا محتاج أحلها دلوقتي، لأن مش المفروض إن أنت تكون مشغول بحاجة من غير مشكلتي، اللي الشركة أصلًا سبب في وجود المشكلة دي. رابع جملة وهي إن لو حضرتك مش عاجبك في كذا مكان تاني ممكن حضرتك تاخد الشغل ليه أو تبعت الشغل أو تروح للمكان التاني. الجملة دي حتى لو أنت بتنهي العلاقة لأي سبب من الأسباب، الجملة دي هي دي اللي بيفتكرها، هي دي بيفتكر إن هو إلى حدٍ ما ممكن يكون بالنسبة له اتطرد، فبتبقى مستفزة جدًا إنك تنهي العلاقة بالجملة دي، لأن ساعتها أنت مش ممكن بتنهي العلاقة بس، أنت بتنهي أي صلة ما بين العميل ده، ومش بعيد كمان إن يبقى في word of mouth سيئة لمجرد اتقالت الجملة دي. فخلي بالك لأن ال4 جمل دول أوقات بيتقالوا بشكل أو بآخر، وساعات كتير بيستفزوا العملا وبيزودوا من حجم المشكلة اللي إحنا أصلًا كنا محتاجين نحلها.